إجابة صحيحة حبايبي، الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب، وركز معايا اليوم بإذن الله راح نعمل الشفوت. الله أمي تعشق حاجة اسمها شفوت، حتشوف الفيديو هذا وراح ترسل لي على الخاص. الله يحفظ لكم حبايبكم. اليوم بإذن الله ضمن سلسلة الوصفات اليمنية الجميلة راح نعمل الشفوت، من الأكلات الشعبية التقليدية، يعني في كل الأوقات الناس بتشتهيها في كل الأوقات، سواء كان شتاء صيف رمضان، ومن الشغلات اللي أنا بحبها بشكل شخصي. ايش ميزتها؟ انه احنا بنعمل اول شيء رغيف اللي هو اللحوح. هذا هو اللحوح في الاساس مالح، بيستخدم في شفوت، وفي الجنوب برضو بيستخدموه حالي. انا بحبه حالي وبحبه مالح في نفس الوقت. واللي راح نسوي تشريبه، نسوي تشريبه لبن، بعدين حنعمل صوص خضار اخضر نصبه عليه، نشرب كمان، بعدين نحط شويه خضروات وشويه رمان. هذا هو الشفوت اليمني يا حبيبي، هذا هو الشفوت. وشوف الوصفه معانا، نقول بسم الله. ايش معانا؟ المنشفه. نبدا. خلينا ندوق معاكم. هو ذا، هذه نقول عليها الله الله. طيب